قشطة أهم شي تكون بارد. حط بعد شوي ما بقى. إذا مش موجود كنت استغنى عن هاي الخطوة. أحلى مسا على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بألف خير. رح أعملكم اليوم مدلوقة على طريقتي، طريقة الشيف أسامة، كتير سهلة وما بتاخذ منكم وقت، ورح تطلع معكم أكيد أطيب من المحلات. يلا نبلش. رح سوي أول شي القشطة المنزلية لأنه بدي استعملها وهي باردة تمام. عندي لتر من الحليب كامل الدسم، رح شغل النار تحته واستناه لحتى يغلي. وأول ما يبلش الحليب يغلي ويطلع فقاعات رح نوص النار تحته وضيف له ربع كوب أو فنجان قهوة صغير من الخل الأبيض. إذا متوفر عندكم عصير الليمون الحامض الفريش فيكن تستعملوه كمان. نضيفن. رح قلب شوي على الخفيف لحتى يفرط عندي الحليب. هلق مثل ما انتم شايفين فرط عندي الحليب وتشكل عندي مثل القريشة. بتركن مدة دقيقتين بعد ما طفي النار تحته، وبعد هيك بصفيه. ما بصفيه على السريع مشان يتكون عندي أكبر كمية ممكنة من الدسم أو من القريش. رجعت لكم بعد ما صفيت الحليبات، أعطوني هي الكمية من القريش أو الدسم وهي مناسبة كتير. عندي لتر من الحليب رح ضيف له 3 ل 4 ملاعق من السكر، 4 ملاعق اختياري من الحليب البودرة، 4 ملاعق طعام من النشا، قلبهم على البارد كتير منيح لحتى تختفي التكتلات. بعد ما اختفت عندي التكتلات وذاب السكر رح شغل النار تحتهم على المتوسط مع استمرار التحريك حتى يثقل معي القوام. هلق بس اشتد معي الحليب وثقل القوام رح طفي النار تحته، ورح ضيف ملعقة طعام من ماء الزهر، ورح ضيف الجبنة أو القريش اللي سويتها قبل شوي كمان فوق. رح حركن شوي على الخفيف والنار مطفاية تحتن لحتى تتجانس كل المكونات عندي. رح اتركن على جنب واتركن حتى يبردوا تماما. هلق عندي 3 ملاعق من السمنة الحيواني، انتو فيكن تستعملوا الزبدة اذا متوفرة، بس ما بتجيب طعمة المدلوقة الا السمنة الحيواني. رح ارفعهم على نار متوسطة حصرا، قلبهم شوي لحتى تبلش معنا السمنة تسيح. وهلق بس ساحت معي السمنة مثل ما انتو شايفين، بتركها شوي لتسخن شوي صغيرة، ما بدي اياها كثير حامي. رح ضيف 3 اكواب من السميد الناعم. السميد الوسط او الخشن ما بيمشي حاله، حصرا لازم يكون السميد معنا ناعم. النار بعدها عندي متوسطة، رح قلب السميد مع السمنة لحتى يتحمر السميد شوي صغير. بس بلش عندي السميد يتحمر ويتغير لونه، رح ضيف كوب ونص او 300 ميلي من الحليب بالتدريج فوقهم. وبقلب الحليب والسميد لحتى يختفي عندي الحليب تماما. انتو هون فيكن تستبدلوا الحليب بمي، بس افضل وبتعطي طعم اطيب اكتر اللي هي الحليب. النار عندي بعدها متوسطة، ما بقويها وما بنوصها، بخليها على المتوسط. بعجن السميد بالحليب تقريبا شي 2 ل 5 دقائق لحتى يتشرب عندي السميد كل كمية الحليب ويصير معي بهذا الشكل. وهيك صارت عندي عجينة المدلوقة جاهزة. رح اكتب لكم المقادير بالتفصيل على الشاشة وبرجع لكم بعد الفاصل حتى نقدمها مع بعض. وهلق بعد ما صارت عنا عجينة المدلوقة جاهزة رح افردها بالصينية دغري. انتوا فيكم تفردوها بالسباتيلا، بس افضل شيء انه نفردها بايدنا ومنحدد السماكة اللي نحن بدنا اياها. طبعا هي لازم تنفرد وهي سخنة لانه مجرد ما بلشت تبرد بتصير بتنشف معنا.
رح افرد فوقها القشطة اللي عملناها مع بعض. نسيت قولكم انه انتم فيكم تستخدموا اي نكهة انتم بتفضلوها، مثل الفانيلا، ما ورد، مش بس بالضرورة يكون مزهر. رح افرد فوق الكمية اللي بتناسبني من القشطة. قشطة اهم شي تكون باردة. حط الكمية اللي انا بدي اياها. طبعا لازم القشطة تغطي كل العجينة مثل ما انتم شايفين. انا بفردها على الجوانب كتير منيح. حط بعد شوي ما بيأثر. وهلأ تقريبا صارت المدلوقة جاهزة. اجينا لآخر خطوة، رح ضيف شوي على الوش فستق حلبي، وهذا اختياري، إذا مش موجود كنت تستغنوا عن هاي الخطوة. هضيف شوية الفستق الحلبي على الوش ما انتم شايفين يا عيني. اختياري بضيف على الوش شوية قطر أو شربات. القطر لازم يكون سميك حصرا، عيار ونص من السكر لعيار مي. شوية قطر ما بكتر، وهو اختياري، فيكم تستغنوا عنه إذا أنتم ما بتحبوا المدلوقة تكون كتير حلوة. هيك صارت أكلتنا جاهزة، يا رب تكون عجبتكم. لا تنسوا تحطوا لي لايك، تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. صحة وهنا.